احمد صابر بيقول اول عاده هغيرها هي السهر. حرفيا ضيعت سنين من عمري وانا مصدق ان الانتاج بيجي بالليل. سالت الناس وقلت لو هتبدا من جديد ايه اول عاده هتغيرها؟ تعالوا نقرا التعليقات مع بعض. لما التزمت انام بدري 3 شهور حياتي كلها اتغيرت. صراحه السهر بيدمر اليوم، ولو صحيت بدري هتشوف الفرق وهتعرف ان يومك طويل وتقدر تنجز فيه حاجات كتير. مريم عيسى بتقول كنت متعوده ارضي الناس حتى لو على حساب نفسي. اكتر قرار غير حياتي ان بدات اقول كلمه لا من غير تانيب ضمير. اسوأ حاجه انك تحاول ترضي كل الناس، وفعلا محتاج تقول كلمه لا في حاجات كتير جدا، وفي ناس كتير بتستغل الناس اللي ما بتقولش لا. محمد طارق بيقول هغير عاده اني اول ما اصحى افتح الموبايل. كنت بضيع اول ساعه من اليوم على السوشيال من غير ما احس. كلنا بنعمل كده يا محمد والله، فيا ريت كلنا نقدر نغير العاده اللي محمد بيتكلم عنها دي. يحيى مصطفى بيقول هغير عاده ان اصحى متاخر كل يوم. اول ما بدات اصحى بدري حسيت ان اليوم بقى اطول بكتير. ده فعلا حقيقي. لسه بنتكلم عن موضوع السهر. طالما هتسهر هتصحى متاخر وكل يومك ضاع، يعني يومك يعتبر ضاع. اللي بيصحى بعد الظهر واللي بيصحى العصر، ما هو ايه اللي باقي في اليوم؟ ويفكر ان يومه بالليل، فدي مشكله كبيره جدا فعلا. اسلام خطاب بيقول عدم الاستمراريه في اي حاجه بتغير الحسبه جدا. اسلام خطاب ده اخويا على فكره، وفعلا عدم الاستمراريه مشكله كبيره جدا. يعني انت لما تعمل حاجه وما تستمرش عليها فطبيعي النتيجه هتبقى مش حلوه. فحلو قوي تعليق اسلام خطاب. محمود مصطفى بيقول التدخين للاسف. المشكله دي يا جماعه مشكله كبيره جدا 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 عند ناس كتير. نفسه يبطل بس مش عارف يغير العاده دي، وفعلا العاده دي بتدمر حاجات كتير، بتدمر صحتك وبتاكل فلوس. يعني حرفيا يعني انت بتحرق فلوسك حرفيا. فربنا يعافيك وان شاء الله تقدر تبطلها. برضو محمد عامر بيقول التدخين لو كنت بطلت بدري كان زمان نفسيتي وفلوسي احسن بكتير. هنا محمد بيقول لو كنت بطلت بدري، يعني معنى كده ان انت بطلت. انت تحمد ربنا ان انت عرفت تبطل، وادعي للناس اللي بتحاول تبطل، لان الموضوع ده فعلا بيدمر الصحة وبياكل الفلوس زي ما احنا قلنا دلوقتي. محمود عادل بيقول هغير عادة السهر مع اصحابي على القهوة كل يوم. ضيعت وقت كتير والله، مش انت بس على فكرة احنا كتير ضيعنا وقت كتير جدا على القهوة في اوقات معينة كده، والحمد لله الواحد عرف يخلع نفسه من الموضوع ده. كان الواحد فعلا بيروح يقعد 3-4 ساعات اقل حاجة من غير اي افادة، تقعد تلعب مع اصحابك، تقعد تشرب قهوة، تقعد تتفرج على حاجة. يعني الموضوع كله ايه، ضيع كده في حاجة مش هتفيدك. هي القعدة مع اصحابك حلوة، بس الموضوع لو كل يوم لا بيدمر صراحة. وسؤال الفيديو اللي جاي هقول لك ايه الحاجة الصغيرة اللي غيرت حياتك؟ يعني عادة او موقف او قرار او اي حاجة صغيرة عملتها غيرت حياتك، علشان كلنا نستفاد من بعض. اكتبوا في التعليقات، والتعليقات القوية والحاجات الجميلة هقولها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. يلا سلام.